أنا عاوزك تتخيل معايا إنك أنت الإزازة دي، واللي جواها هي ذنوبك وبلاويك اللي أنت عملتها في حياتك. تعرف بقى إنك أول لما بتركع وبتسجد ذنوبك بتنزل من عليك، وكل ما بتطول في السجود والركوع الذنوب بتنزل أكتر، لحد لما ربنا بإذنه وفضله يغفر لك ويسامحك على كل اللي أنت عملته، فتروق وتهدى وبالك يرتاح. هتقول لي جبت الكلام ده منين يا عم؟ هقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن العبد كلما قام يصلي، يعني لو الواحد مننا نوى انه يصلي يحصل ايه؟ اوتي بذنوبه، ذنوبه بتيجي لحد عنده، فوضعت على رأسه او على عاتقه، لا اما بتتحط على راسه لا اما بتتحط على كتفه. وبعدين يا رسول الله، قال لك: فكلما ركع او سجد تساقطت من عليه. فعلشان كده ما تسيبش الصلاة وطول في السجود والركوع على قد ما تقدر، لحد ما تحس انك هديت وبالك راق، وان ربنا سبحانه وتعالى خفف من عليك شويه. ولو الناموس عندك ملودك، هات نص ليمونه وحط فيها كام دبوس قرنفل وسيبها في المكان اللي بتنام او بتقعد فيه، وان شاء الله هتمنع الناموس. ولو عندك او عندك هالات سودة تحت عينيكي وجربت الكريمات وما جابتش نتيجه، جربي تجيبي نقطه فازلين وتدهني بيها تحت عينيكي قبل ما تنامي، والصبح اغسلي وشك، هيرطب بشرتك وان شاء الله هيقضي على الهالات السوداء. واي مكان تحس انه فيه جفاف في جسمك ادهنه بفازلين، وان شاء الله هيرطب بشرتك وهيديها لمعه طبيعيه. ولو عاوز الناس تحبك وتكون خفيف على قلوبهم، ما تتطفلش عليهم ولا تتدخل في خصوصياتهم. ما تبقاش عامل زي اشعب. اشعب ده كان راجل من اهل الصحراء، متطفل جدا، ما بيسيبش حد غير لما يعرف اخباره، باراشوت زي ما بيقولوا. وفي يوم كان معدي على ناس، والناس دول قاعدين بياكلوا طبعا عارفينه، فمعدي عليهم بيقول لهم: ماذا تاكلون؟ هو انتوا بتاكلوا ايه؟ ساعتها كانوا عايزين يطفشوه، فقالوا له: ناكل سما، احنا بناكل سم يا اخي. فرد اشعب عليهم وقال لهم: والله ان الدنيا لا تطيب من بعدكم، الدنيا من بعدكم ملهاش طعم ولا معنى. وقام قاعد واكل معاهم. وعايز اقول لك ان مفيش حاجه هتنفعك ولا تعتقك قد التجربه، فما تزعلش انك جربت حتى ولو خسرت كتير. ولازم يا صديقي تكون عارف ان العلاقات والبيوت بتعمر بالطرفين، مش بطرف واحد. لازم هي تكون عايزه وهو كمان، انما طرف متبت والتاني سالت ايده، انسى. وعود نفسك ما تزعقش لعيالك قدام مخلوق، ولا تشهد عليهم حد، علشان ما حدش يتجرأ عليهم ويزعلهم او يخزن لهم غلطهم ويعايرهم بيه في يوم من الايام. ولو انت يا صاحبي مزنوق في الكلام مع حد ومش عارف تقفل الموضوع، عليك بكلمتين: خير ان شاء الله والله المستعان. ويا ريت وبعد اذنك ما تكترش ملح في اكلك، زائد انه بيرفع الضغط وبيخزن الميه في الجسم ويخلي الجسم يتنفخ، كمان بيعمل مشاكل في القلب ومشاكل تانية كتير. ونصيحة أخوية: ما تقنعش حد ولا تبعده عن حاجة بالخوف، علشان لما يبطل يخاف هيرجع للي انت منعته منه وأسوأ من الأول كمان. ولكن اقنعه بالعقل وبالطريقة، بحيث بقى انت كنت موجود أو لأ، هو خايف أو مش خايف خلاص قفل الباب ومتشبع بنصيحتك. ودايما أول ما تحس بالإحباط افتكر إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: كل يوم هو في شأن. كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيكون في حال من أحوال العباد، يكرم ناس ويرزق ناس ويحقق حلم ناس ويوفق ناس ويستر ناس ويكفيك شر الناس وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى مش هيدوم عليك الحال الكرب، ولا هيحطك دايما في ضيقة ويسيبك فيها لآخر العمر، لكنه سبحانه وتعالى قادر يفرجها وييسرها عليك، ويبقى اليوم اللي جاي هو يومك اللي ربنا يصلح حالك فيه وينولك اللي بتتمناه. فأبشر بالخير وتفائل، وإن شاء الله هتفرج عن قريب. وأخيرا، لو فيديوهاتي أوقات بتظهر لك وأوقات لأ، فأنا اسمي أحمد أيمن. دور عليا لو جيت على بالك، وشرفني تتابعني ونتلاقى في الجايات. سلام عليكم.